ويا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما بحاول ان يكون عندي طقوس او عادات تساعدني اني اكون احسن، او تساعدني في اني ما اغرقش في الحزن او اغرق في اللا شيء او ابعد عن المسار اللي انا نفسي امشي فيه في حياتي. فبعد محاولات كتير توصلت لكذا عادة لما بلتزم بيهم كويس فعلا بيكون ليهم تأثير جميل جدا عليا. فحبيت برضو أشارك معاكم العادات ديت لعلها برضو تكون مفيدة ليكم. أول عادة، وهي فعلا من أجمل العادات اللي ليها تأثير السحر، هي الذكر. التسبيح والذكر من اكتر العادات اللي قادرة فعلا انها تخرجك برا نطاق جسمك تماما، تطيرك فوق السحاب. حاولي دايما تخلي ليكي ورد يومي من الذكر، وشوفي ولاحظي بنفسك الفرق في نفسيتك وفي نشاطك وفي تفكيرك عموما. تاني عادة معانا محتاجين نكتسبها في يومنا، وهي الصحة. والصحة عادة بتتلخص في كلمتين: الأكل والحركة. بتاكلي ايه وبتتحركي قد ايه؟ تالت عادة ممكن تعمليها وتفرق معاكي هي العناية بشيء، سواء كان زرع أو حيوان أليف. الإنسان عامة كائن بيحب يأنس ويؤنس، فخلي في حياتك دايما نوع من الونس اللي انتي تحبيه. اخر حاجة معانا وهي الاتصال بالطبيعة. ومش شرط ابدا عشان يكون في اتصال بالطبيعة ان احنا نروح بقى الغابات او اماكن صعبة وبعيدة. لا، هو بس يكفي ان احنا نركز في جمال الطبيعة وجمال خلق ربنا من حوالينا. وانتي ماشية في طريقك، سواء كانت شجرة، نيل، وردة، كل الحاجات دي بتخليكي تتصلي بنفسك اكتر وبتركزي في الحاجات الحلوة اللي حواليكي اكتر، وبتساعدك ان انتي تكوني احسن. دي كانت طقوس وعادات بحب دايما التزم بيها، بحاول التزم بيها على قد ما اقدر. حاولت اشارك معاكم جزء منها، وانتوا كمان لو عندكم اي افكار تانية شاركوها معايا في التعليقات. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.